السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة رياضة اتش دي. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنحاولوا نتحدثوا فيه عن الدوري الاسباني الليغا لموسم 2024-2025. بالنسبة للمباريات التي لعبت، نتائج مباريات الجولة السادسة من الدوري الاسباني: إشبيليا انهزم امام ألافيس ب2-1. فالنسيا انتصر على جيرونا ب2-0. ريال مدريد انتصر على اسبانيول ب4-1. اتلتيكو بيلباو انتصر على سيلتا فيغو ب3-1. برشلونة انتصر على فياريال ب5-1. ثم رايو فايكانو تعادل مع اتلتيكو مدريد ب1-0. ثم ستكون مباراة غدا، ريال بيتيس يواجه مايوركا. بالنسبة لمباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني: إشبيليا يواجه بلد الوليد يوم غد إن شاء الله. فالنسيا أوساسونا نفس التوقيت أيضا. ريال مدريد يواجه ألافيس غدا على الساعة 8، على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم تستأنف مباريات الجولة السابعة بمباراة يوم الأربعاء: جيرونا يواجه رايو فايكانو على الساعة 5 بتوقيت غرينتش. ثم مباراة يوم الأربعاء أيضا في نفس اليوم: برشلونة يواجه خطافي على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم إسبانيول يواجه فياريال يوم الخميس على الساعة 5 بتوقيت غرينتش. ثم تختتم الجولة بمباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو على الساعة 7 ليلا بتوقيت غرينتش. بالنسبة لترتيب الليغا الحالي بعد مرور الجولة السادسة من الدوري الإسباني: برشلونة في صدارة الترتيب ب18 نقطة. في المركز الثاني ريال مدريد ب14 نقطة. في المركز الثالث أتلتيكو بيلباو ب13 نقطة. المركز الرابع أتلتيكو مدريد ب12 نقطة. المركز الخامس فياريال ب11 نقطة. المركز السادس ألافيس ب10 نقاط. والمركز السابع أوساسونا ب10 نقاط. بالنسبة لأسفل الترتيب: خطافي في المركز 18 بأربع نقاط. المركز 19 فالنسيا ب4 نقاط. ثم لاس بالماس المركز 20 والمركز الأخير بنقطتين. بالنسبة لإحصائيات المتعلقة بهدافي الدوري الإسباني: روبرت ليفاندوفسكي في لاعب برشلونة في صدارة الهدافين بستة أهداف. المركز الثاني رافينيا دياز لاعب برشلونة ب5 أهداف. يوزي بيريز لاعب فياريال ب4 أهداف. ثم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ب4 أهداف. وهذا هو الترتيب الحالي للدوري الإسباني. كنشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.